السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. قصة واقعية حقيقية حدثت بالفعل. تقول امرأة: توفيت أمي وأنا عندي أربع أعوام، وقام والدي بالزواج من امرأة أخرى بعد وفاة أمي بعام تقريبا، وكنت أنا الوحيدة التي أنجبتها أمي رحمة الله عليها. وكانت الامرأة التي تزوجها والدي لديها 3 أولاد ذكور، وكان قد سمح لهم والدي أن يعيشون في نفس المنزل وتكفل برعايتهم معي، وكان يعاملهم كأبنائه، ولم يرى يوما يميز أحدا عن الآخر، بالرغم أنه لم ينجب إلا أنا الوحيدة من أمي رحمها الله. وإن والدي الذي لم يفرق بيني وبينهم بعد 5 سنوات توفي والدي، ولكن رحيل والدي كشف الأقنعة التي كان يرتديها الجميع، حيث تغيرت معاملتهم لي، وأصبحت أتعرض للضرب والسب والشتم والقسوة من الأم وأبنائها. لقد كانت زوجة أبي قاسية القلب حين تمنعني من التعليم، وجعلتني خادمة لها ولأولادها، ولم يكن يسمح لي بالخروج واللعب مع صديقاتي. وإذا رفعت لها طلبا تجعلني أنام دون طعام ليومين متتاليين. وعندما أصبحت في العمر 15 قامت زوجة والدي بتزويجي من شاب فقير جدا، دون أن تسأل عن أوضاعه المادية، أوضاع الشاب، أو ماذا يعمل، أو إن كان شخصا مسؤولا، أو لم تسأل حتى عن أخلاقه ونسبه وأصله. لقد كانت لا كل همها هو إبعادي عن المنزل، حتى أخذت المنزل ورثته هي وأولادها. وحينما لم أعارض خوفا من أن تفعل لي شيئا، فتوكلت على الله ودعوت الله أن يجعل هذا الشاب رحيما وحنينا وودودا بي. فأنا ضعيفة ووحيدة في هذا الدنيا يا رب. تزوجت، ولكن لم تقيم زوجة والدي مراسيم الزواج مثل الآخرين. انتقلت مع الشاب إلى منزل، قد كان المنزل جميلا من جدا وكبيرا ومرتبا، فاستغربت فقلت في نفسي: كيف يملك كل هذا وهو فقيرا معدم، فقيرا جدا؟ وبعد مرور عام واحد تفاجأت بأنه يخبرني سننتقل إلى منزل آخر. فقلت له: لماذا عن هذا المنزل؟ أليس هو ملكك؟ أجاب: إنه ليس ملكي، وإنما ملك صديقي يعيش في الخارج، والآن سوف يعود للعيش مع أسرته. فقلت: لا مشكلة. وفي اليوم التالي انتقلنا إلى منزله الحقيقي، ولكن انصدمت حين رأيت المنزل، حيث كان عبارة عن خرابة ومنزل حيطانه من القش والكراتين. فنظرت إليه فوجدته يبكي، فقلت له: لماذا تبكي يا عزيزي؟ فقال لي: لأنني لم أخبرك بالحقيقة منذ البداية، ولم أخبرك أن هذا المنزل ليس منزلي، وكنت أريد أخبارك بالحقيقة، ولكن خفت من أن تتركيني وتعودي إلى منزل والدك. فقلت له: لا مشكلة لدي أن أعيش في خرابة دام نحن سعيدين. مرت الأعوام ومرت السنين، وبدأت أتأقلم مع العيشة في المنزل المعدوم، وصبرت على وضعي هذا. مرت السنين وما زلنا نعيش في المنزل المعدوم وغير نافع للعيش، وأنجبت 4 فتيات. لكن كانت أوضاعي تسيء يوما بعد يوم أكثر فأكثر، وأصبح زوجي لا يعمل، وأغلب الأيام يعود من الخارج فارغ اليدين. وفي أحد الأيام كنا نائمين في أمان، فهطلت الأمطار بغزارة، وكان يوجد الرياح قوية جدا، قوية جدا جدا، فلم يحتمل المنزل وسقط فوق رؤوسنا ونحن نائمين. فالحمد لله لم يتعرض لأحدنا أي إصابة، ولكن كنا قد أصبحنا في العراء تماما. فنظرنا إلى حتى توقفت الأمطار وصفيت السماء، فقمنا بإعادة المنزل، وكانت حالته أسوأ من السابق. وذات ليلة عاد زوجي حزينا، ففهمت من تعبير وجهه أنه لا يمتلك المال لشراء حتى الخبز الجاف.
فقلت له: لا تحزن يا عزيزي، يوجد لدينا بقايا طعام من وجبة الغداء، ولكن ينقصنا حبات الخبز. فطل... ف... فلبست نقابي وذهبت أبحث عن الجيران عن من يعطينا خبزا يقرضنا المال، ثم نخبز أو نشتري خبزا. آه، فطرقت جميع الأبواب الجيران ولكن لا فائدة، لكن كان اعتذر مني، فشعرت أن قلبي سيتمزق قهرا على أطفالي، حيث كان لدي طفلة رضيعة، وعندما نقص السوائل فجلست أمام المنزل من الخارج، ثم انفجرت بالبكاء، فبكيت حتى جفت دموعي، ثم دخلت المنزل. وعندما رأيت الأطفال ينظرون لي بأمل على عودتي في الخبز، لم أستطيع أن أحبس دموعي، فقمت بالبكاء ثانية، وقلت لهم: سامحوني يا أولادي، لم أستطيع توفير الخبز، إنني أعتذر، فسوف تنامون هذه الليلة بدون عشاء. ولم أنتهي حديثي إذ بشخص يطرق الباب، خرجت زوجتي وتحدثت معه. بعد ثواني عادت زوجتي وقال لي: هيا بنا سوف نذهب. فقلت له: إلى أين وما المشكلة؟ قال: إن زوجة أبيك توفيت منذ 3 أيام، وأراد الأولاد الثلاثة بيع المنزل، وبما أنهم لا يملكون أي وصية أو أوراق ملكية، ثبتوا أنهم لا يملكون الأوراق الرسمية، ثم آه، أخذوهم إلى السجن، والآن يريدونك أنت تأخذي ورثك بالكامل. فبكيت فرحا وذهبت وأخذت ورثي، وكان لدي أرض جانب المنزل، فقمت ببيعها وانتقلنا إلى المنزل الذي عشت فيه منذ طفولتي. وعملت مشروعا صغيرا لزوجي، وأدخلت بناتي إلى المدارس، وقمت بمعالجة ابنتي الصغيرة، وتحسنت حالتنا وعشنا عيشة الرفاه، وعشنا عيشة طيبة وعيشة جميلة. كانت هاي قصتنا، وإن شاء الله اللي بصبر بنول، واللي بيحمد ربه بزيده، وإن حمدتني لأزيدنكم. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم القصة. خليكم معاي، أنا سمر حوارات، وإن شاء الله كل يوم قصة جديدة بعنوان جديد بمحبة. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. صلوا على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بحبكم بالله، لا تنسوني من دعوة حلوة منكم. الله يجبر خاطرنا وخاطركم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.